فرنسا ترفع الراية البيضاء في وجه الجزائر لأول مرة، مفاجأة تاريخية. وكيفاش كان رد فعل وزير الداخلية برونو روتايو بعد الملفات الحاسمة بين الجزائر والصين وبين الجزائر وأمريكا؟ تفاصيل جد مهمة. وهل راح يقدم الآن الاستقالة تاعو؟ واش زاد دار قبل قليل ماكرون؟ قبل ما نبداو صلوا على النبي، ديروا لنا الإعجاب والاشتراك أولا مع الخطوات التاريخية والاعتراف الضمني المباشر الصريح من فرنسا أنها ما قدرتش الجزائر، وإعلان للهزيمة. والآن بداية تراجع، واللي قلنا من قبل ماكرو كان من وراء الستار، يدير في الأزمة ويدير في التصعيدات ضد الجزائر. الآن بعد ما فشلت جميع المحاولات خرج هو كبعبع وكحمامة سلام. نشوفوا واش قال. قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سحب ملف الأزمة الدبلوماسية مع الجزائر من وزير داخليته برونو روتايو ووزيره الأول فرانسوا بايرو. وذكر ماكرون في مقابلة أجراها مع صحيفة لوفيغارو الاثنين بأنه يفضل إعادة النظر في اتفاقية 68 مع الجانب الجزائري بدلا من نفضها من طرف واحد. ودوك نزيدو نسمعوا التصريح تاع ايمانويل ماكرون بفمه واش قال بالتفصيل، وخاصه الان اولا بخصوص وزير الداخليه برونو روتايو، ومن بعد نجيو لايمانويل ماكرون سمعوا كيفاش زاد ادلى بتصريحات قويه اتجاه الجزائر واعتراف ضمني بقوه الجزائر. خلاص ما قدرناهاش. اولا برونو روتايو كان وعد وقال باللي لو كان ما نخضعش الجزائر، لو كان ما نركعهاش، لو كان ما نخرجش بوعلم صنصال، لو كان ما نديرش اتفاقيه 1968، لو كان ما نكملش نضغط على الجاليه والمهاجرين هذو نرحلهم ونديروا على السقف تاع التحدي في وجه الجزائر علاه بزاف. وقال لو كان ما نديرهاش نقدم الاستقاله تاعي وراهي واجده. الان ما قدمش الاستقاله، كان من قبل ما قدرش يخرج بوعلام صنصال، والاكثر من ذلك الجزائر زاد التمست في حقه كسر هو الشرع، زاد حكى التمست في حقه 10 سنين تشديد العقوبه. ومع ذلك الاخير تما ما قدرش يخرجه. والفشل على كل الاصعده، فشل في اخضاع الجزائر، فشل في ارجاع الشركات الفرنسيه الى الجزائر. والاكثر من ذلك كان يراهن على العديد من المشاريع اللي مضاتها الجزائر مع الصين وما قدرش، بل العكس الحليف الصيني تمسك بهذيك المشاريع وحتى بالشروط الجزائريه قبلتها الصين كلها. ورانا نشوفوا يوما عن يوم تقريبا بصفه دوريه تقريبا يوميا تشوف الصين تجي دير استثمارات مع الجزائر في شتى المجالات. مؤخرا 5 شركات وفي 5 قطاعات مضوها مع الجزائر، والاكثر من ذلك مع امريكا. الجزائر وامريكا نفس الامر، العديد من التحالفات. كل الشركات الفرنسيه راهي تلم في الباجاج تاعها وتروح بتدريج كلها، وعزل تماما لايادي فرنسيه والنفوذ تاعها اللي كان هنا في الجزائر. لهذا في ماكرون بعد ما ادرك باللي خلاص فشلت كل المحاولات وفشلت كل الاستنجادات باوروبا والتحريض الدولي اللي قادوا ماكرون وقادوا فرانسوا بايرو رئيس الوزراء الفرنسي وحتى برونو روتايو وزير الداخليه الفرنسي، الان بداو يرميو في المنشافه. نسمعوا ماكرون. أنا من يقرر بخصوص اتفاقية 1968 والحديث عن الاتفاقية من صلاحيتي أفضل إعادة النظر فيها مع الجانب الجزائري وفق مقاربة براغماتية بدلا من نقضها من طرف واحد. شفتوا من قبل كيفاش كان يقول، والان تغيرت اللهجه تاع ايمانويل ماكرون نهائيا بعد ما كان يندب بالجزائر ويجبد في قضيه بوعلام صنصال. وبعض الاطراف اليمينيه تما يتهموا باللي الرئيس بون باللي ديكتاتوري وباللي حقر هذاك بوعلام صنصال، رغم انه بوعلام صنصال اصلا متهم وعنده وبالادله ضده باللي هو كان حاب يقسم الجزائر ويفتتها، وكان يتخابر ضد الجزائر لصالح فرنسا، وجبدوا له الوثائق وجبدوا له الرسائل وجبدوا له الفيديوهات وجبدوا له الكلام تاعو واعترف به وقال صح هذا كلامي وكلش، يعني يستاهل المحاكمه. والاخير الان الشيء اللي راه محيرني انا كيما برونو روسايو علاش وجهه صحيح كان يقول باللي نقدم الاستقاله تاعي، ما قدرتوش الجزائر علاش ما تقدمش الاستقاله؟ لماذا هذا التراجع الفرنسي من فرانسوا بايرو؟ لازم يقدم الاستقاله تاعو. وحتى الان من المرتقب صراحه بصح العديد من الخبراء والعديد من الصحف اليمينيه المعوجه، نبداو بالصحف اليمينيه المعوجه ومن بعد نجيو للعقلانيه. الصحف اليمينيه المعوجه راهي تشير وتحذر وتقول ممكن جدا في قادم الاسابيع تسقط حكومه فرانسوا بايرو نظير للاختلالات والتخلف والحده والفشل الكبير اللي صرا في ملف الجزائر، لانهم كانوا يعليوا السقف كما وزير الداخليه برونو روتايو كان يعلي في الشعبيه تاعو. كيفاش مع جهه اليمينيين والفرنسيين هذوك اللي ما يحبوش الجزائر وما يحبوش المهاجرين يضل يطيح لهم في الجزائر ويقول لهم راح نخضعها، وهو وعدهم قال باللي راني نخضعها ولا نستقيل. في الاخير هو ما خضعهاش. الا كان يستقيل وتتفكك حكومه فرانسوا بايرو، لانه حتى فرانسوا بايرو والعديد من الوزراء كثاني وزير الخارجيه الفرنسي بارو ثاني نفس الامر عندهم، ولاو الوزراء خلافات فيما بينهم. والان امتد الخلاف حتى لماكرون، لانه ماكرون خلاص سحب البساط من بين ايديهم، لانهم ظلوا يتهجموا في بعضهم ويتهجموا على الجزائر ويشنوا في حملات كبيره على الجزائر. ورانا شفنا حتى البرلمان الفرنسي ودخل الخط وكانوا حابين
يديروا يلغيو اتفاقيه 1968 ويطرحوها في اخر لحظه. نقلت لكم في فيديو سابق سحبوا هذاك الامر وتراجعوا عن الخطوه لانهم يعرفوا باللي تمس هذاك القرار، تمس هذيك الاتفاقيه راح عليك. الجزائر لوحت بالعديد من الاتفاقيات باللي ثاني تلغيها، واللي راح تضر فرنسا اكثر بكثير ماشي اللي باش تضر فرنسا الجزائر بهذيك الاتفاقيه. لهذا كان تراجع فرنسي. والاكثر من ذلك متابعينا الكرام حتى هو بخصوص انه ماري لوبان شفناها كيفاش كانت تتهجم على الجزائر وكلش، وبعد ما ايقنت وقالت في تصريح سابق قالت باللي تبونا راه يبصقلنا في وجهنا، كيفاش ما قدرنا نديروا والو، الجزائر حنا نعطيو لها دراهم. هي كذبا تدعي باللي راهي تمد فرنسا تمد المساعدات للجزائر وهي ما كاش منها، ولكن كذبا وتدعي باللي الجزائر راهي تدعس على فرنسا وراهي تعفس عليها وكلش، وكيفاش ما نقدروش نجيبوا حقنا وكيفاش نسكتوا الجزائر. وفي الاخير مؤخرا سكتت بعد ما اقنعت باللي جميع المحاولات حتى هي حبت تستقوي على الجزائر، هذوك اليمينيين المعوجين ومن بينهم برونو روسايو حبوا يستقواو على الجزائر بالعديد من الدول الاوروبيه، حتى بامريكا. فجاه امريكا شافوا هذا التحالف مع الجزائر، والتحالف قوي جدا بين الجزائر وامريكا وفي عديد من المجالات، وحتى بعض المجالات اللي طردت الجزائر فرنسا منهم جات امريكا وجات ايطاليا وجات الصين وجات روسيا وجات العديد من الدول امضت الجزائر معهم اتفاقيات ضخمه وبمصالح مشتركه، عكس فرنسا اللي كانت تشوف الجزائر فقط رحلوب تحلم من الجزائر وفقط تشغل فرنسا تشوف الجزائر تاعها والخيرات تاعها والشعب شعبها. المهم كانت تشوف في واحد نظره غطرسه لا متناهيه. ولكن الان ماكرون يحاول انقاذ ما يمكن انقاذه، على الاقل الان يحاول. الان انا نتوقع صراحه بعد هذه الخطوات من ماكرون ممكن جدا الان الجزائر بالفعل تبدا تقبل في الصلح مع ايمانويل ماكرون. من المنتظر في قادم الايام على اقصى تقدير في قادم الاسابيع يبدا مسار صلح فعلي، لانه كان يجي يصير كاش صلح هكذا يجي برونو روتايو يبدا ماكرون على اساس يبدا يجلس شويه في النبض، يبدا يدير شويه صلح مع الجزائر ويبدا يفتح كاش ملف هكذا ويبدا يقدم شويه تنازلات في ملف الذاكره في ملف صنصالي ولا يرطب الجزائر. ولكن كنا نشوفوا مباشره يتهجموا لانه كان يعطيهم صلاحيات كبيره. يخرج فرنسوا بايرو من وراء الستار نص ومن بعد يبعث برونو روتايو ثاني يبدا يطيح في الجزائر ويفشل الصلح ويبداو يقبضوا على مسؤولين مثلا كما داروا هذيك تاع القنصليه، موظف القنصليه قبضوا عليه ولا يديروا على الجزائر يصعدوا على الجزائر حتى في ملف السفاره كيفاش صغروها كيفاش. المهم تضييقات على الجاليه الجزائريه، محاولة استفزاز الجزائر بأي طريقة، فرض عقوبات والجزائر ترد بالمثل. لهذا كان يفشل مسار الصلح. ولكن صراحة بعد ما سحب بهذا الشكل العلني وخرج في وجههم يعني راح تكون صدمه كبيره لوزير الداخليه اصلا اللي راه مصدوم، وحتى من الصدمه راه صامت ما قدر لا يطيح لا في الجزائر لا في رئيسه ماكرون، لا ما قدر يدير حتى حاجه صراحه. لو كان يكمل بهذه الجرأه ماكرون ويسد لهم افواههم جميعهم هذول اللي راهم يستولوا على الجزائر، تم بالفعل صراحه يكمل مسار الصلح. اما غير ذلك غير نسى، ولازم تتقدم التنازلات والشروط الجزائريه لازم تطبقها فرنسا، سينو انسى الصلح. مع السلامه.